السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول ما نبدأ كلامنا نبدأ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. النهارده إن شاء الله أنا جبت عبوة صابون. العبوة دي يا جماعة مكتوب عليها 45 جنيه، بس كان عامل عليها عروض فكان بيبيعها ب35 جنيه. تمام تمام. هنا حطيت المعجون اللي هي البودرة دي وعليها المعجون ده، وافضل اقلب 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 فيه كده لغايه ما يدوب. تمام تمام، يدوب خالص يعني يمتزج مع بعضيه العجين مع البودرة. تمام تمام. هنا العبوة دي بتتعمل 8 كيلو. حلو حلو. فانا هعمل بقى بعد ما اعملها هعبيها هنا. هنا الميه دي اللي بستعمل بقى في بملى شفشق الخلاط. شفشق الخلاط ده العبوه بتاعته كيلو ونص، يعني كيلو ونص ميه. هنا هحط يعني شفشقين هيبقوا 3 كيلو، وشفشقين تانيين يبقوا الاربع شفاشق من بتوع الخلاط دول ب6 كيلو. وبعد كده اروح مكمله ال2 كيلو عشان يبقوا 8 كيلو. عايزه تعمليه 6 كيلو تعمليه. انا هنا بعمله بس للامانه انا مش بستعمله في المواعين، هو بيستعمل في جميع الاغراض والمواعين وكله، بس انا علشان ايديا بس يعني بتتحسس من اي صابون، فبجيب الصابون اللي هو ده بتاع الشركات عشان بس ايديا. تمام تمام. ده بقى بستعمله في بستعمله في تنظيف التواليت، بستعمله في تنظيف الارضيات، لان في تنظيف الارضيات احنا مش بنمد ايدينا فيها. تمام تمام. يعني واستعمليه عادي لو عايزه تستعمليه في المواعين، هو بيستعمل في المواعين. بستعمله في تلميع الارضيات، بيوفر عليا كتير. بعمل عدوة 8 كيلو منه وبركنهم بيقعدوا عندي كتير مدة كبيرة جدا. هو خلص من عندي امبارح فما بقدرش بقى استغنى عنه، لان انا مش هلاقي صابون مواعين وصابون لتنظيف الارضيات وبقيت الحاجات اللي بننضفها يعني. هنا بقى بنمزجه مع بعضيه. واحط الميه حبه حبه بحبه، وفي الاخر بقى خالص بيعمل بنركنه حوالي ساعتين، بيعمل فقاقيع كده هو على الوش. لما الفقاقيع اللي على الوش دي تروح نروح بقى عابينه في الجيركن. انا عندي وبروح حاطاه هنا وبروح معبيه بكوبايه او بحاجه كده. بس بصراحه جميل يا جماعه وبينضف وحلو قوي قوي. انا هكمل بس بقيه الشفشق ده معاكم عشان ما اطولش عليكم، والباقي بقى هكمله كده مع نفسي واروح معبيه عشان ما نطولش عليكم. عايزه مثلا عندك قشر الليمون وتحوشيه تحوشيه في الفريزر، وبعد كده تطلعيه تسلقيه وتروحي ضرباه حلو في الشفشه وتروحي مصفياه وحاطه عليه، بيدي لمعه كمان للمواعين. انا قلت لطريقته صاحبتك عملته وهي بتستعمله، يعني ربنا يبارك لها، يعني ايديها مش بتتحسس منه ولا حاجه. تمام تمام. هنا انا حطيت يعتبر كيلو ونص ميه. عامله بقى الشفشه ده لغايه ما اخليهم 8 كيلو واروح عامله. هنا بقى معلش هفصل معاكم علشان ما اطولش عليكم. وسهل وجميل يا جماعه وبيوفر، والله بيوفر جامد. واعملوا بقى واترككم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله.